حبايب قلبي، سلام عليكم. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا وياكم على العراقي. وان شاء الله اليوم راح نبدأ وياكم بشروح دروس للمبتدئين على الكيبورد. راح نتعلم وياكم لانه طلبوا من عندي، قالوا ما حافظين المقامات وما نعرف الدرجات اللي اجوني. فاني راح اسوي هاي المقاطع وانشرها بالقناة مالتي الخاصة. نريد من عندكم دعم القناة والاشتراك للقناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد. طبعا اليوم راح نشرح لكم، راح نبدأ وياكم اولا بالمقامات الشرقية اللي هو البيات، الصبا، السيقا. راح نبدأ وياكم بالمقامات الشرقية. مثل ما تعرفون عندنا هنا 7 طبقات بالكيبورد، اللي هي تبدأ من درجة الدو والري والمي والفا والصول واللا والسي. زين، 7 درجات ذني عندنا احنا نختار عليهن. فكل شخص عازف يختار له الطبقة اللي هو يرتاح يعزف عليها، اللي يحس نفسه قريب وروحيته قريبة. كل العزاف هسه اغلبيتهم جاي نستخدم سلم الصول، هذا اللي هو سلم الصول. زين، هذا كل المقامات هسه احنا نقدر نعزفهن بسلم الصول، وكل المقامات نقدر نعزفهن بسلم الدو. كل المقامات تقدر تعزف بهاي الآلات ال7 ذني. زين، مالك شغل بالاوكتاف اذا كان كبير، اذا كان كذا. احنا اليوم شروحنا شنو راح نتعلم؟ اول مقام هو راح نتعلم البيات. مقام البيات اساسي. اذا تعلمنا البيات وضبطنا راح البيات يفتح لنا هواي مجال بالنسبة لعزف الكيبورد. لاحظوا وياي نجي طبلة التشريق. خلينا نشوف التشريق. المقام الشرقي بالنسبة لسلم الصول يكون عندنا هذا التشريق، نشرق المي ونشرق اللا. لاحظوا يا عزيزي المشاهد، عندنا هنا تشريق اللا وهنا عندنا تشريق المي. اذا شرقنا هذا صار عندنا نقدر نعزف على درجة الصول. صار عندنا نقدر نعزف هسه على درجة الصول، ما نقدر نعزف على درجة اللا، لان راح يصير عندنا خلل تون بالكيبورد او بالمقام. راح يصير عندنا خلل من نجي نعزف سلم. شوف هسه انا راح اعزف لك سلم اللا، راح يصير عندنا ما يطلع عنا الشيء اللي نريده احنا. شوف تون ما نقدر نكمل. زين، سلم الصول وتشريقه هذا تشريق اللا وتشريق المي. لاحظوا يا هسه راح نجي المن، راح نجي نتعلم سلم المقام اللي هو البيات. راح نجي نشوف ضربات البيات وين. اول ما نجي نضرب على الصول، لاحظوا يا عزيزي المشاهد خليك متابع. زين، نجي هنا نرجع كما كنا. هذا صعود المقام البيات وهكذا نزوله. اكو ناس تعزف البيات تعزفه بس لكن شنو ما تنطي روحيته الصحيحة. البيات الى روحية خاصة. اكو ناس يجي يحط ايده على الكيبورد ما تطلع روحيته. لا، البيات يراد له عزف تكتيكي، يراد له فن، يراد له روحية خاصة. تحاول تعزفه بأنامل، يعني تقعد تحط هيدفون مثل بذانك تعزفه بصورة صحيحة. زين، مثل ما تعرفنا هسه احنا على سلم البيات. هذا سلم البيات. انتهينا سلم البيات. تصعد تبدأ من الصول تنتهي بالصول، تبدأ بالصول تنتهي بالصول، وهكذا. هو هذا الكيبورد كله واحد. يعني هذا لهنا كيبورد، هذا كيبورد ثاني، بس هو كله نفسيته مجرد صعود بيه. كله هو لا تحسب الكيبورد بس دن ال7 من هنا لحد هنا. هذا الكيبورد نفسيته هو، بس هو يبدي يصعد يصعد. يعني اكو اوكتافات بعد اطول. هذا ب5، ذاك ب6، اكو اوكتاف ب8 واكو اوكتاف ب7. فاليوم احنا شروحنا بداياتنا ان شاء الله وياكم راح ننظم نتعلم سلم
الدرجات ونتعلم سلم المقامات، شلون نبدي، شلون نصعد عليها، نتعلم اول مرة على الاوكتاف شلون نبدأ نصعد بالدرجات. لا تنسون دعم الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد، وان شاء الله راح نقدم لكم الاحسن والاحسن، وفديتكم اني حبايب قلبي.